السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع ال10 جنيه اللي عايزين ياخدوه من المواطن المصري دعم يعني للقضاء والجيش وكده، يعني هي تقريبا انا مش يعني 10 من 10 ل 50 جنيه عايزين ياخدوها من المواطن يدوها للجيش والقضاء والكلام ده، يعني دعم للصحة بتاعته. الله يولع فيكم ربنا يا ابو عادة كلكم. صحتين اللي عايزين ده احنا مش لاقيين ناكله. ده الناس حالتهم. طب ما انتم ما بتشوفوش الناس في المستشفيات العامه؟ يعني حاسين انتوا ان القضاء ده هو والجيش مش عايش وسط الناس، ما عايشين في قطع البلد وشايفين الناس هتعمل ازاي. تاخد منه ازاي انت 10 جنيه ولا 50 جنيه يا ابن الردي؟ تاخد منه لما هو ما لاقيش ياكل تحت الصفر. شوف المستشفيات العامه عامله ازاي. هو الجيش والشعب ده مش ايد واحده مثلا؟ يعني الجيش والشعب ده مش ايد واحده؟ انا عايز افهم. طب ليه ما نبقوش مثلا راتب واحد؟ ليه ما نبقوش مستشفيات واحده؟ ولا في فرق؟ فهمونا. في فرق بالنسبه لكم انتوا. وبعدين مجلس الشعب ده اللي طالع عمال يقول لك ما تكلموش على الجيش. ده انت صدقت على كده. رئيس مجلس صدق في المشوار ده. هو لما مجلس الشعب تجيبوا الشعب يبقى يتكلم في صالح الشعب، لكن لما مجلس الشعب يجيبوا الجيش يبقى يتكلم في صالح مين؟ ما لازم يتكلم في صالح الجيش. مستنيين احنا بس. عارف نفسي في ايه؟ نفسي بتوع 30/6 دول هم انا يبقوا شيء مميز في البلد كده، يعني يحددوا نفسهم، يبينوا نفسهم وسط الناس. مثلا يلبسوا قميص واحد كده لون واحد علشان خاطر نبقوا عارفين، يكونوا مميزين. يعني يحطوا ورده في الجاكيت هنا عشان نبقوا عارفين، عشان الواحد لما يقابل حد منهم يعرف يسلم عليه سلام زين. يعني الواحد لما يقابل حد منهم يعرف يديله اللي يستاهل، يعرف يديه التحيه كويس. 10 جنيه دلوقتي ساعات هيطلع المحفظه من قبل، احس السيسي هيطلع له منها يقول له خد انت مستني تلقى فيها حاجه ولا يخرب بيت ابوكم. وبعدين الدولار والذهب والدنيا، الدولار النهارده كل يوم في الطالع، الدولار قرب يخش على 15 جنيه. يخرب بيت امك، هو الدولار ماشي في الحرام ولا ايه؟ كسر عينكم كسر عين